يا هلا بالحبايب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم شرحنا راح يكون عن حساسية سكوبات. يعني في ناس كتير عندها سكوبات ضايعة، يعني سكوب 3 سكوب 4، يعني ايمو كله ضايع. يعني يروح يمين يسار، يصعد فوق ينزل تحت. اليوم ان شاء الله راح نعلمكم كيف راح تعمل ضبط حساسيتك بنفسك. يعني ما راح تحتاج ولا حد يعني تطلب حساسيته، كود حساسية ترسله على الخاص. يا هلا كيف الحال؟ ان شاء الله انا تابعك من اليوتيوب، انا متابعك على التيك توك، بدي كود حساسية. لا، ما راح تعملها. اليوم راح نعلمكم يعني كيف تضبط حساسية تبعك بنفسك. اليوم راح يكون شرحنا بالجيروسكوب. بالنسبة للناس اللي هون جديدة عندنا بالقناة، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، ولا تبخلنا بلايك للقناة عشان يستفيد الكل، لأنه اللايك هو اللي يخلي الفيديو يصعد ويستفيد الكل. يلا نبلش. طيب شباب، بالنسبة لك الحساسية عندي سكوب 4. يعني سكوب 4 أنا ما اتفقنا يعني يروح يمين ويسار، يعني مو ثابت. يمين يسار، أحيانا أشوفه إنه يصعد شوية يصعد شوية. يعني مو ثابت 100، يعني 60%. نلاحظ يعني هون مو ثابت. بالنسبة للسكوب، يعني سكوب 4 أو سكوب 3 أو أي سكوب يعني يروح يمين ويسار، عندي لكم الحل. كيف يعني؟ نروح للإعدادات، وبعدين من الإعدادات نروح للحساسية، ومن بعد الحساسية شوفوا هنيك الفوق عند الإعدادات، يعني إعدادات متقدمة فوق المخصصة. إعدادات متقدمة تضغط هون وتعمل إضافة لتحت. هون تحت ال AKM تعمل إضافة. بعد الإضافة تختار السلاح اللي بدك إياه. مثلا راح نختار الام 4. حاليا عندنا سلاح ام 4 هيك راح تطلع لك كلها، يعني بالجيروسكوب ولا بدون جيروسكوب. يعني شوية. هو راح نعمل هيك زي هيك، يعني بالنسبة راح نخلينا ذاك هلا راح نفهمك كيف راح تخلي السكوبات، يعني سكوبات ثاني ثابتة، ما تروح لا يمين يسار، وتعمل هيد شوت يعني مستقرة يعني ستيبل. هو انك تروح لنفس الشيء، حساسية اعدادات متقدمة، وتروح تضيف سلاح معين وتروح يعني للجيروسكوب. مثلا عندنا الجيروسكوب هو السكوب 4 عندنا. يعني انا نشوف فيه يعني 400، يعني ماكس ضايع كتير كتير كتير. نخليها يعني 300، يعني بالنسبة للناس للسرعة. وبالنسبة للناس اللي يعني تلعب شوية شوية يعني بطيئة، يعني لسه جديدة بالجيروسكوب ويعني مو متعودة على السرعة، نخلوها 250 ولا 240 هون في يعني في الجيروسكوب اللي هو يعني مثل زي الكاميرا وزي الادياس. وهون الجيروسكوب الادياس. هو هون بالنسبة للسكوبات اللي تروح اليمين وعلى اليسار، أي سكوب في الكاميرا تاع حساسية الجيروسكوب، هي أن نوطي ننزل، نجرب وننزل شوية، نجرب وننزل شوية، وبدون نسيان أنه نزيد هون في الجيرو أدياس نزيد. مثلا هون راح نعملها، راح نخليها مثلا، نخليها 240، وننزل لتحت هون للجيرو أدياس نخليها مثلا، يعني انا بتساعدني في 150 وفوق يعني. ونجرب. يعني تشوف في طلقة هيد شوت، اما الثانية يعني ضايع. في طلق هيد شوت، اما الثاني يعني ضايع. هو نعاود نرجع اثنين مرة ثانية، اعدادات متقدمة الام فور. وشو نعمل؟ نروح لسكوب 4 في الجيرو، نضيف يعني 20. 20 هون، ونضيف هون 20. عفوا يعني هون ننزل 20 مو نزيد. ننزل 20. يعني في البداية راح ممكن تضيف حتى ال50 تنزل، يعني حسب السكوبات إذا كان ضايع كتير كتير راح توطي. هون ضفنا 20، عاود نجرب من جديد. يعني عندنا هيد شوت، لكن الايم ضايع. نعاود نرجع للحساسية، إعدادات متقدمة، تسوي نفس الشي.
ضيف الحساسية هون، نزل هون 20 مرة ثانية، وتضيف هون 20. يعني انا هون لاحظت شي، اني بنزل الجيروسكوب شوي، بنزل يعني ما اقدر اتحكم الجيروسكوب وانا بنزل مع بريفار. يعني المشكل هون في الجيرو الادياس. هو راح نرجع الحساسية، والحساسية هنروح للانفور، وبعدين عندي مشكل حاليا في الادياس، الجيرو ادياس. يعني نضيف 5 في سكوب 4 في الجيرو ادياس هون، نضيف 5 او 10. انا يعني 5، نجرب 5 ونشوف. يعني شوية نعاود نجرب مرة تانية. يعني تقريبا شوية نعاود نضيف شوية في الجيرو يعني عندي شوية استقرار في السكوب يمين ويسار، لكن المشكل هو يعني في الهيد شوت تقريبا ضبطت شوية. نضيف 5 هون يعني. يعني حاليا حصلنا على 3 هيد شوتات. يعني هيك نكون ضبطنا الحساسية يعني مقبولة، واللي يعني هيك تستمر تخليها حساسيتي مضبوطة أكثر وأكثر وأكثر. إن شاء الله كل شيء يكون مفهوم، يعني يكون ايزي عليكم. يعني إذا وصلتوا هذه المرحلة وفهمتوا كل شيء، لا تبخل علينا باللايك للفيديو، وتعليق حفزنا، وتعليق عن شيء بدك إياه يكون في الفيديو القادم. بيس.